كل إنسان في الدنيا بتجيله على الأقل فرصة واحدة في حياته علشان يتغير ويبقى أحسن نسخة من نفسه، وفي اللي بيستغل الفرصة دي ويغير حياته للأبد، وفي اللي بيقرر إنه يكمل حياته زي ما هو وما يتغيرش. قصتنا النهاردة بطلها حرامي وحلنجي بيلعب بالبيضة والحجر، وما تعرفش هو حرامي وخاين ولا ابن بلد وفي صف الثوار ضد الإنجليز. هيدوخنا معاه طول الفيلم، مرة معاهم ومرة عليهم، ومفيش حد عارف هو مع مين ضد مين. فيا ترى لما يتحط في الاختبار الحقيقي هيطلع بطل ولا خاين؟ لو عاوز تعرف خلاصة الحكاية تابع معانا الفيديو للنهاية ويلا بينا. في سنة 75 الإنجليز دخلوا للهند على إنهم هيعملوا فيها كام مشروع، يعلموا الهنود يشتغلوا فيهم وبعد كده يسيبوهم ويرجعوا لبلدهم. لكن طبعا الكلام ده ما حصلش، وعامة الإنجليز في الوقت ده قدروا يسيطروا على كل الممالك الموجودة في الهند إلا مملكة واحدة، هي مملكة الملك مزرع. والملك ده كان معروف بشجاعته وكرهه للإنجليز، وكان عنده ولد اسمه أسلم وبنت اسمها زفيرة. وفي يوم الملك خد بنته وراحوا على السوق، وهناك الملك شاف مجموعة من العساكر الإنجليز وهم بيتهجموا على بياع لأنه ما دفعش الضريبة، وساعتها الملك اتعصب على الجنود وطردهم من السوق. وعامة لما الملك بيرجع للقصر مراته سهانة بتقول له إنها قلقانة جدا على ابنهم أسلم، وبتسأله ليه بعت ابنك اللي لسه ما كملش 15 مع المقاتل أزاد علشان يطلب مساعدة مملكة درغابور. فبيقول لها لأنه لازم يتعلم إزاي يكون مقاتل شرس يدافع عن أرضه. وفي المجمل الملك بيدي الأمر لجنوده بمهاجمة قصر الشركة الإنجليزية، وفي اللحظة دي واحد من حرس الملك بيبلغوا إن الإنجليز بقيادة كلايف بيقربوا من القصر. فبيقول للحرس أنا هستقبل كلايف كضيف، ولو حسيت إنه هيغدر هديكم الإشارة وساعتها هتهاجموه هو ورجالته. وعامة الملك بيستقبل كلايف أحسن استقبال، وبيخلي الخدم يقدموا له شاي وبيروق عليه. وساعتها كلايف بيقول له أنا عاوزك تتعاون معانا زي بقية الممالك التانية. ولما الملك بيرفض بيطلع له كراسة مذكرات أسلم، وهنا الملك بيعرف إنهم خلصوا على ابنه فبيطلع سلاحه وبيهدد بيه كلايف اللي بيطلب منه يروح معاه ناحية سور القلعة. وساعتها الملك بيشوف ابنه متكتف قدام مدفع فبيضطر إنه يسلم، وبيمضي لكلايف عن تنازل عن مملكته. وهنا كلايف بيدي أمر بقتل أسلم، فالجنود بيخلصوا عليه، وبعدها كلايف بيخلص على سهانة والملك. وهنا بقى زفير بتكون شافت كل اللي حصل، وكلايف بيحاول يقتلها لكنه بيجرحها بس. وفي اللحظة دي أزاد حارس الأميرة الشخصي بيوصل وبيدخل من باب القلعة وبيخلص على كام واحد من الجنود. وبمجرد ما زفير بتشوفه بتنط من فوق سور القلعة وبتمسك في حبل وبتطير في الجو لحد ما بتنزل على حصان أزاد اللي بيبعد عن القصر بأقصى سرعته. وبعد 11 سنة بنشوف قافلة هندية بتحاول تدخل للمملكة، وساعتها الحرس الهنود اللي الإنجليز جندوهم بيمنعوا القافلة إنها تعدي غير لما يدفعوا الضريبة. وهنا بيظهر الشاب الوسيم ده على حماره وبيقول لهم أنا صحيح اسمي فرنجي لكن أنا هندي عادي، ليه أدفع فلوس عشان أدخل لمملكة في بلدي؟ المهم كلمة منه على كلمة من الحارس، الراجل الغني صاحب القافلة بيقول للحارس خلاص أنا هدفع له. وبعد ما بيدفعوا الضريبة كلهم بيعدوا وبيوصلوا للغابة، وهناك بيقفوا شوية يستريحوا جنب النهر. ففرنجي بيحضر لهم الأكل وكمان بيعزف على الناي اللي معاه. وفي اللحظة دي بيظهر مجموعة من قطاع الطرق وبيهاجموا القافلة، وبنعرف إن فرنجي متفق معاهم وهو اللي دلهم على المكان بالإشارة اللي كانوا متفقين عليها وهي العزف على الناي. المهم إن فرنجي بياخد منهم الفلوس اللي اتفقوا عليها، وبعدها بيروح لمعسكر إنجليزي وبيدلهم على مكان قطاع الطرق وبياخد منهم مكافأة 200 عملة ذهب. وطبعا الإنجليز بيقبضوا على قطاع الطرق. وعلى الجهة التانية بنشوف شخص على المينا بيحاول إنه يطلع حمولته على سفينة من سفن الإنجليز، والحمولة دي بتكون عبارة عن تمثال لمجموعة من المحاربين. لكن أول ما الدنيا بتمطر الأسمنت اللي على التمثال بيدوب، وبيطلع التمثال ده ما هو إلا قائد الثوار أزاد ومعاه الأميرة زفيرة وباقي أتباعه. ولما أزاد بيديلهم الإشارة بينزلوا ضرب وتقتيل في الجنود الإنجليز، أزاد بالسيف وزفيرة بالرمح، وباقي الثوار ما بيخلوش في نفس الإنجليز حاجة وبيدولهم العلقة التمام. ولما الإنجليز اللي على المرسى بيستعدوا علشان يضربوا السفينة بالمدفعية أزاد بيسبقهم وبيضرب عليهم كام قذيفة بيدمر لهم بيها المدافع والمرسى كله. ولما الخبر بيوصل لكلايف بيطلب من حليفه سنجرام ملك مملكة دورغابور إنه يخلص على أزاد واللي معاه. فسنجرام بيعرفوا إنه لو طال أزاد واللي معاه هيخلص عليهم بإيديه، بس حاليا هو محتاج لكميات كبيرة من السلاح علشان جنوده يقدروا يخلصوا على أزاد والثوار. فبيبان على كلايف إنه مش مصدقه، وبالرغم من كده بيوعده إنه هيجيب له السلاح اللي هو عايزه. ولما سنجرام بيمشي كلايف بيقول لمساعده الجنرال باول إنه هيستعين بشخص تاني علشان يجيب له أزاد ورجالته لحد عنده. وعلى الجهة التانية بنشوف فتاة استعراض اسمها ثريا وهي في اوضتها، ولما بتفتح الدولاب بتلاقي فرنجي في وشها، وساعتها بتديله قلم على وشه وبتقول له كنت فين كل ده. فبيخترع لها قصه كده ما بتصدقهاش وبتطلب منه يمشي بسرعه لان النهارده عندها حفله وكل الضيوف من الضباط الانجليز وممنوع اي هندي يحضر الحفله دي. فما بيكدبش خبر وبيتنكر في زي ضابط انجليزي وبيسهر وبيرقص معاهم
لحد ما الإنجليز بيكشفوه، فالجنرال باولو بياخده معاه وبيروح لكلايف، وهناك كلايف بيطلب منه إنه يتعاون مع الإنجليز ويستخدم ذكائه ودهائه ويسلمهم أزاد والثوار، فبيوافق بشرط إنهم يدوله أرض وبيت وفلوس، وبيطلب من كلايف إنه يحرر صديق عمره سانيشا من السجن علشان يساعده في مهمته، فبيوافق على طلبه من غير تفكير. وعامة فرنجي بياخد صاحبه وبيطلعوا من السجن وبيروحوا يستخبوا في سفينة من سفن الإنجليز، وساعتها بيكتشفوا إن في على السفينة عدد كبير من الأسرى الهنود، ففرنجي بيساعدهم وبيديلهم مية علشان يشربوا، وهنا الإنجليز بيشوفوه فبيكتفوه هو وصاحبه علشان يخلصوا عليهم. وفي اللحظة دي بتظهر سفينة أزاد وزفيرة وهوب بيهاجموا سفينة الإنجليز، ففرنجي بيقرر إنه يستغل الفرصة وبينزل ضرب في الإنجليز، واللي بيعمله ده بيلفت انتباه أزاد، خصوصا إن فرنجي بيقاتل الإنجليز بقوة وشجاعة. في وسط العركة فرنجي بيتخبط فبيفادي زفير من غير ما يقصد وبياخد رصاصة في صدره بدلها، فبيغمى عليه وبيفوق بعد 4 أيام، وساعتها بيلاقي نفسه في مقر أزاد والثوار، وبيعرف من صاحبه إن ست معالجة بالأعشاب خرجت الرصاصة من جسمه وعالجت جرحه بالأعشاب الطبية. المهم إنهم بعد كده بيحضروا جلسة محاكمة لواحد من الثوار خان أزاد، وفي المجمل أزاد بيحكم على الخاين بالقتل وكمان بيخلص عليه بنفسه. وبس يا سيدي، أزاد بيطلب من أتباعه إنهم يدوا لفرنجي وصاحبه أكل ويدلوهم على الطريق، وفي اللحظة دي فرنجي بيقول لأزاد أنا حياتي بين إيديك، عاوز أعيش معاكم وأكون واحد منكم وأوعدك إن هكون دايما مخلص ليك. فأزاد بيصدقه وبيوافق إنه يفضل معاهم. وفي نفس اليوم بالليل زافير بتحلم باللي حصل لأبوها وعيلتها، فبتقوم من النوم مفزوعة، وساعتها بتلاقي أزاد قصادها بيطمنها وبيهديها وبيوعدها إنه عمره ما هيبعد عنها وإنه هيخليها تاخد طار أهلها من الإنجليز قريب، وبيوري لها إسورة لابسها في إيده وبيقول لها إنها يوم ما اتولدت أبوها اداله الإسورة دي وطلب منه إنه يكون الحارس الشخصي ليها، ومن يومها وهو واخد عهد على نفسه إنه يحميها. وبس يا سيدي، تاني يوم فرنجي بيشوف أزاد وهو بيشتغل في أرض بور، فبيروح له وبيعرض عليه إنه يساعده، فبيرفض وبيقول له دي مهمتي أنا، وبيعرفوا إنه بيثق فيه، وحتى لو كان خاين فكل إنسان في الدنيا بتجيله على الأقل فرصة واحدة في حياته علشان يتغير ويبقى أحسن نسخة من نفسه. فبيبان على فرنجي إنه اتأثر بكلام أزاد وبيصمم إنه يساعده، فبيوافق وبيبدأوا يشتغلوا في الأرض مع بعض. وبعد كام يوم أزاد بياخد رجالته معاهم فرنجي وزفيرة وبيروحوا لمملكة سنجرام، اللي بنكتشف إنه طول عمره كان مبين للإنجليز إنه في صفهم، لكنه في الحقيقة هو كان حليف لأزاد والثوار. المهم إن أزاد بيقول اللي معاه لازم نفترق علشان مش عاوزين حد يتعرف علينا، وفعلا بيفترقوا. وعامة فرنجي بيتعرف على الجنرال باول اللي هو كمان كان متخفي بين شعب المملكة، وللأسف فرنجي بيقوله إن أزاد وكل الثوار موجودين دلوقتي في المملكة، وبيسيبه وبيقابل أزاد عادي جدا وبيروح معاه لقلعة سنجرام، اللي بيسلم على أزاد وبيقول له إنه محضر له كمية كبيرة من السلاح علشان هو وأتباعه يحاربوا بيها الإنجليز. وفي اللحظة دي واحد من الحرس بيبلغ سنجرام إن الإنجليز بيحاوطوا المخزن، فسنجرام بيقول للأزاد خليك هنا، ده أمن مكان الإنجليز مش هيقدروا يوصلوا ليك وأنت في حمايتي، وبيقفل عليهم باب المخزن وبيطلع يدافع عن أزاد، لكن للأسف الجنود البريطانيين بيخلصوا عليه. وعلى الناحية التانية أزاد وفرنجي بيشوف الجنود الإنجليز وهم محاوطين زفيرة، فأزاد بيقول لفرنجي بعتني بكام يا صاحبي، فما بيحاولش يدافع عن نفسه، وساعتها أزاد بيديله سيف وبيقول له بارزني، وهما الاتنين بيدخلوا مع بعض في قتال شرس، والإنجليز بيرموا على المخزن قنابل، فهما الاتنين بيترموا متر لورا والمكان بيولع حواليهم. وقبل ما أزاد يقع في وسط النار فرنجي بينقذه وبيقول له كده نبقى خالصين، فأزاد بيقول له أنا نظرتي فيك ما خابتش، وبيطلع الإسورة وبيديها له وبيقول له اوعدني إنك تكون حارس شخصي لزفيرة، فبيقول له هتثق فيا تاني، فبيقول له أيوه، وبيسيبه وبيركب على سفينة متثبتة على عجل في ورشة تصنيع السفن في المخزن، وبيولع في صناديق البارود الموجودة على سطح السفينة، وبعدها بيضرب نار على السلاسل اللي مثبتاها، فبتبتدي تتحرك وبتكسر الجدران وبتنزل على المرسى، وعن طريق العجل بتوصل للبحر. وهنا بنعرف إن أزاد قرر إنه يضحي بحياته علشان ينقذ زفيرة، وبيدخل في سفينة الإنجليز وبيفجرها، وفي نفس الوقت فرنجي بياخد زفيرة وراه على الحصان وبيجري بيه بأقصى سرعته. ولما زفيرة بتشوف إسورة أزاد في إيده بتعرف إن أزاد مات، وطبعا الثوار بيعملوا جنازة محترمة لأزاد، وزفيرة بتكون حزينة جدا على موته وبتخطب في الثوار وبتقول لهم إنهم هينتقموا لأزاد، ومن النهاردة مش هيسيبوا كلايف يعيش في سلام، وهيكملوا في الطريق اللي أزاد رسمه ليهم، وبتهتف اسم أزاد فكلهم بيهتفوا وراها باسمه. وفي نفس اليوم بالليل فرنجي بيركب حماره وبيروح لقلعة كلايف وبيقول له إن عنده معلومات مهمة عن الثوار، لكن مش هيقدر يتكلم لأن بطنه فاضية، وبيوعدهم إنهم بعد ما يعشوه عشوة معتبرة هيقول لهم على كل حاجة. وفعلا بيجيبوا له العشاء، وبعد ما بياكل بيصفر لحماره فبيدخل من الباب وبيروح له، ساعتها فرنجي بياخد الخريطة من على ظهر الحمار
وبيسلمها ليهم وبيحدد لهم عليها مكان مقر الثوار، وبيطلب من كلايف انه في المقابل يضاعف مكافئته ويفرج عن صاحبه اللي قبضوا عليه تاني في الاحداث الاخيره. فكلايف بيوافق وبيسلمه صاحبه، فبياخده وراه على الحمار. وساعتها صاحبه بيقول له يا ابني جننتني معاك، انت في صف الخير ولا في صف الشر؟ فبيقول له انا في صف اللي يديني فلوس، خير بقى ولا شر دي كلها شكليات ما تفرقش معايا. وتاني يوم الجنرال باول ومعاه 4 سفن متحمله بالجنود والسلاح بيروحوا على المكان اللي حدده فرنجي، وساعتها بيتفاجئوا ان الثوار محضرين ليهم كمين عظمه. وفي المجمل الثوار بيحدفوا على سفينه من السفن حجر عملاق، فالسفينه بتتقسم نصين وبعدها بينطوا عليهم من كل حته. وفرنجي لحد دلوقتي مش عارفين المفروض نحبه ولا نكرهه. بيهاجم الانجليز مع الثوار وبيتحد مع زفيرة وبيخلصوا على كل الجنود الا الجنرال باول وكام واحد من الجنود، وبيطلبوا منه انه يرجع لكلايف ويقول له ازاد بالنسبه لهم كان فكره ورمز للحريه، وان الجسم بيموت لكن الفكره بتفضل عايشه، وان لو كان ازاد مات فكلهم ازاد. وطبعا باول بيروح يبلغ الرساله لكلايف اللي بيبعت يجيب واحد من السجن اسمه بوريلال، وده بقى يبقى زعيم قطاع الطريق وعدو فرنجي اللدود اللي فرنجي سلمه للانجليز في اول الحكايه لو تفتكر. المهم ان كلايف بيوعده انه لو عرفوا مكان الثوار هيحرره وهيخليه ياخد بطاره من فرنجي. وعلى الجهه التانيه بنشوف الثوار وهما بيحتفلوا بنجاحهم، وبعدها زفيرة بتقول لفرنجي انها طول الوقت كانت شاكه فيه لكنه اثبت لها انه اهل ثقتها وانه من النهارده بقى صديقها وواحد منهم. وبتقول له انت دلوقتي تستاهل شرف امتلاك سيف ازاد، وبتسلمه السيف وبيخلص اليوم على كده. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف فرنجي وهو بيدخل لخيمتها وبيحط لها السيف جنبها وهي نايمه، وبعدها بيروح لصاحبه وبيحط له جنبه عملات ذهب من اللي خدها من كلايف وبيستعد علشان يمشي ويسيبهم. وفي اللحظه دي بيظهر النسر اللي كان دايما ملازم لأزاد في حياته، ففرنجي بيمشي وراه وساعتها بيشوف سفن الانجليز وهي بتقرب منهم. وطبعا كلايف وباول بيكونوا موجودين على سفينه من سفن الانجليز، وباول بيتفاجئ لما بيعرف من كلايف انه هيقتل كل الثوار ومش هياخد منهم اسرى. وبعدها كلايف بيدي اوامره بتدمير المكان، فالجنود بيقصفوا مقر الثوار بالمدفعيه. في الوقت ده فرنجي بيصحي الثوار وبيهربهم على مجموعه من القوارب البدائيه وبياخدهم وبيروح بيهم لثريا. وطبعا ثريا بتتعصب عليه فبيكذب عليها كالمعتاد، فبتقول له ان النهارده عندها حفله في قصر كلايف ومش فاضيه ليه. وهنا زفيرة بتعرفها بنفسها وبتحكي لها على كل حاجه وبتقول لها احنا نتنكر في ملابس الفرقه بتاعتي وهنقتل كلايف في وسط الحفله. فثريا بتقول لها هي فكره مجنونه بس انا موافقه عليها. وبالليل بتاخدهم معاها للحفله، وهناك كلايف بيقول لهم انه محضر لهم مفاجاه وبيروح بيشيل الغطا من على ازاد اللي بيكون متكتف بالجنازير، ولما بيشوفوه كلهم بيتصدموا خصوصا زفيرة. وهنا بقى بنرجع شويه بالزمن وتحديدا ليوم الحادثه، وساعتها الجنود الانجليز اكتشفوا ان ازاد لسه عايش فاسروه. وبنرجع تاني لزفيرة اللي بتحاول تروح تحرر ازاد لكن فرنجي بيمنعها وبيبداوا يأدوا الاستعراض بتاعهم. ولما بيخلصوا فرنجي بيدي لزفيرة مسدس فبتتشقلب في الجو وبتنزل قصاد كلايف وبتوجه المسدس ناحيته وبتضرب نار، ولكنها بتكتشف ان المسدس مفيش فيه رصاص. وهنا بقى فرنجي بيقول لها انه مش ممكن يخسر اسياده الانجليز علشانها هي وازاد والثوار، وبيقول لها ان هو اللي خد الرصاص اللي في المسدس وبيروح مرجع الرصاص في المسدس وبيرفعه عليها. وطبعا ازاد بيتعصب على الاخر وبيحاول يحرر نفسه علشان يجيب فرنجي من رقبته، وفعلا بيقدر يحرر دراعه. وساعتها الجنود الانجليز بيحاوطوه وبيشيلوا حركته. وهنا بقى فرنجي بيقول لكلايف ان زفيرة دي تبقى بنت الملك اللي قتله وان المملكه دي كلها بتاعتها، وبيقول له انه نفذ وعده وجاب له جيش الثوار بملكتهم لحد عنده. وبعد ما فرنجي بيسلم الثوار تسليم اهالي كلهم بيتحبسوا، وكلايف بيقرر انه يعدم زفيرة تاني يوم الفجر. وبالمناسبه دي فرنجي بيحتفل وبيوزع على كل الحرس حلويات على روح الثوار وملكتهم، وبيطلب من الحرس يفتحوا له زنزانة أزاد علشان يأكلوا الحلويات بإيديه. فاتنين منهم بياخدوه وبيفتحوا له الزنزانة، وطبعا أزاد بيكون عاوز ياكله بسنانه، وإذ فجأة الحراس بيقعوا واحد ورا التاني. وساعتها فرنجي بيقول له أنا كنت عارف إن كل رجالتك محبوسين وإن العقل بيقول إننا لو عاوزين نغلب الإنجليز لازم رجالتك كلهم يكونوا معاك، علشان كده عملت التمثيلية دي على كلايف، والنتيجة أهو هتهاجموا بجيش كامل من الثوار. فأزاد بيقول له طيب فكني بقى يا أبو دماغ ألماظ، فبيفك له السلاسل الحديد وبعدها بيروح يحرر زفيرة وباقي الثوار. وطبعا زفيرة بتفهم اللعبة كلها فبتروح تسلم على زاد، وبعدها كلهم بيطلعوا على مخزن السلاح وبيوزعوه عليهم وبينزلوا طحن في الجنود الانجليز وبيقدروا انهم يفتحوا بوابة القلعة. فسكان المملكة بيدخلوا القلعة وبيواجهوا الانجليز وبيخلصوا على عدد كبير منهم. ولما باولو بيشوف فرنجي في نص المدعكة اللي بتحصل بيقول له انت اخترت الفريق الصح وبيسيبه يمشي. وهنا فرنجي بيشوف كلايف وهو راكب التلفريك وبيحاول يهرب بيه، فبينط على التلفريك وبعدها بيهاجمه وبتدور بينهم معركة شرسة.
وفرنجي بيقدر انه يوقع التلفريك على الارض، وساعتها كلايف بيلاقي نفسه في مواجهة زفيرة اللي بتتخيل نفسها وهي بنت صغيرة ومش قادرة تدافع عن عيلتها، فبتصرخ صرخة قتالية وبعدها بتضرب سهم ناري ناحيته، فبيجي في التمثال الضخم اللي وراه، فالتمثال بيقع عليه وبيموت. وفي النهاية زفيرة بتسترد مملكتها وشعب المملكة بيهتف باسمها هي وأزاد. ولما بنشوف الإسوارة في إيديه بتعرف إن فرنجي ساب المملكة ومش راجع لها تاني. وعلى الناحية التانية بنشوف فرنجي وصاحبه وهم على سفينة، وبنعرف إن السفينة دي ملك الزفيرة وإنه سرقها منها من غير ما يقول لها واعتبرها مكافأة نهاية الخدمة. المهم إنهم فجأة بيلاقوا حاجة بتتحرك وراهم، فصاحب فرنجي بيقول له سيب لنا الطلعة دي، وبيستعد علشان يدافع عن صاحبه، لكنهم بيكتشفوا إن ثريا هي اللي كانت مستخبية على السفينة، وده لأنها اكتشفت إن فرنجي سرق ذهبها كله قبل ما يسيب المملكة، فبتقول له اعتبرهم مهرب ويلا بينا على كلاكوتا علشان نقضي شهر العسل هناك. فبيقول لها لا، أنا بطلت نصب وسرقة في ولاد بلدي ودلوقتي هروح على إنجلترا علشان أعمل معاهم الواجب. وهنا بيخلص الفيلم وبس كده، سلام.